بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سلام نبي وشهري على منصتي صالون المصري إلى كل عربي أبي وإلى كل مبدع سخي مريدا للشام والنص الأدبي ومحبا لصالون المصري، فماذا عسانا أن نقول في حب صالون المصري. أنا مجمع الخير حي الله طاعتكم وحفظكم برضاه منه يجزيني. جمع أراه لعمري كله فرح والشعر ينشر حبا في نواحيه. على أرض مصر العربية وفي رحاب محروسة وأحضان كنانة الله في أرضه وفي قلب قاهرة معز، وتحديدا من صالون المصري الثقافي الذي طالما احتفى بالإبداع والمبدعين. نلتقي في حضرة الحرف حين يزهو ويزهر، وفي حرم الجمال حين يثمر، وفي رحاب الإبداع حين نرى مصابيحه تضاء. فنحن نحتفل اليوم بميلاد إبداع جديد وعمل أدبي مفيد يأبى إلا يترك بصمته على خارطة الشعر بقوة واقتدار. وشرف باستضافة قامة شعرية عربية مميزة أتت إلينا من أرض الرافدين، من عراق الشموخ والحضارة. إنها الشاعر حياة الشمري. ومع أهلا وسهلا معي. إنها الشاعرة حياة الشمري، ومع ديوانها الرائع الذي يحمل عنوانا شديد الإلهام والعمق، والذي يحمل اسم أناقص ظلك في مرآتي. عنوانا يدفعنا إلى التأمل في ثنائية الذات، والآخر في رحلة البحث عن الانعكاس والصدى في أعماق المرآة، سواء كانت مرآة الذات أو مرآة العالم. ديوانا يحمل بين قرياته هموم الروح وجمال الحياة بأسلوب شعري مزج بين روعة التصوير وجزالة اللفظ. وما أتينا هنا لنقرأ، بل لنعتني بإبداع يثير الدهشة ويوقظ الإحساس ويبث مشاعر المهتمين بالشأن الأدبي ومسيرة الشعر العربي على اتساع رقعة عالمنا الناطق بلغة الضب من المحيط إلى الخليج. فتعالوا نوقظ العقل ونزلزل السكونة ونحيط بربحه وليردنا بأعظم الشدو وأجمل الألحان وأعاجيب البيان، ونقدمه بكل محبة تحية إكبار في بساتين الجمال للشاعرة العراقية حياة الشمري، التي أطلقت العنان لقلمها فلم يهاجم ولم يجامل، بل خاض في غمار الحقيقة بشجاعة امرأة تعرف ماذا تقول ولماذا تكتب. ولمن تهدي هذا اللهب فليكن هذا
ضوء جديدة في سجل الإبداعات العربية. مبارك لك يا شاعرتنا المبدعة حياة الشمري، ومبارك للأدب بك، وليكن في نص تكرينه كل شيء جديد يولد وشيء مفيد لا يقال بل يحس ويشعر به الذين يطوفون بكعبة الحق والخير والإبداع والجمال. ودعونا الآن نرحب ونقدم أسمى آيات التقدير والمحبة والشكر والاحترام لضيوف منصة صالون مصري، الشاعر الناقد الدكتور حازم الصبيحي أبو الطيب. أهلا وسهلا. وأيضا الشاعر أميمة عبد الرؤوف، والناقد عصام صقر. وتقبل تحياتي المعطرة بأنجي محبتي محدثتكم أنا منى غانم. وأترك الآن الميكروفون للشاعر والفنان مؤسس صالون محمد النصر، مؤسس صالون